نعرف وصفة ماما للصابون. كل الحبايب اللي هي بتعمل لهم الصابون عايزين يعرفوا وصفتها وازاي بتعمله، وعايزين يعرفوا خلطتها. هي بتعمله لحبايبها كتير كتير، وبصراحة عايزين كلهم يعرفوا ازاي بتعمل الصابون ما عندها في البيت، وبتعمل لهم كمان بكمية كبيرة. وحبيت النهاردة ان انا اعرفكم طريقة ماما ووصفة ماما للصابون. الصابون ده وبينظف معانا الهدوم. اتعلمت منها كمان ان انا بزيل بيه البقع اللي موجودة في الهدوم. جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم اللي عنده ألمونيوم في المطبخ او ستانلس، اللي بيعاني من لمعه مطفيه للحوض او كمان البوتاجاز، ليه استخدامات بصراحه كتيره جدا. هنعرف من ماما دلوقتي الوصفه والطريقه. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف مع بعض الخطوات والطريقه. اتفضلي يا ماما. معانا 3 لتر زيت، اي بواقي زيت عندك بس بعيد عن السمك، زيت قليان بطاطس بتنجان، اي بواقي زيت عندك بتجيبي 3 لتر زيت و2 كوبايتين دقيق، اي دقيق برضو فايض عندك او هتشتريه او اي دقيق، ونص كيلو بطاطس ومعلقه جليسرين. بنجهز لتر ميه، بنحط عليه نص كيلو بطاطس، يبقى لتر ميه عليه نص كيلو بطاطس عليه 3 لتر زيت. نقول تاني 3 لتر زيت عليهم كيلو لتر ميه عليهم نص كيلو بطاطس وكوبايتين دقيق ومعلقه جليسرين. هو ده كل المقادير اللي معانا. سهله، طريقه سهله وبسيطه لكل الست بيت، بدل ما تدلق الزيت او ترميه، لا بنستنفع بيه، بنعمله صابون. فمش حاجه حكايه، الحكايه كلها تكلفتها بتاع 10 15 جنيه، في نفس الوقت بتعمل لك كميه صابون في حدود بسم الله ما شاء الله 40 صابونه. نبتدي كده مع بعض ان شاء الله. بنروح حاطين البطاس، بس البطاس مبدا كاويه، نبعد عن الاطفال وما يتفتحش بايدينا، يتفتح بمقص. ماشي يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه، نحاذر خالص، عشان ده بطاس ماده كاويه ما يجيش على ايدينا ولا عينينا. لو قدرتي تلبسي كمامه تلبسي، تحطي طرحه على بقك تحطي، لان دي ماده كاويه. تحذري خالص، انا بقلبها من بعيد لبعيد. وبنروح حاطين، وخطر جدا عشان تكونوا بس عارفين الموضوع ده خطر جدا، لازم كمامه وجوانتي كمان. بسم الله. حطينا البطاس، قلبناه في الميه وحطيناه في الزيت. خلاص كده، هو موضوع البوتاص دي اول خطوه هي اللي خطر شويه، لازم ناخد بالنا. بعد كده خلاص هو بيتقلب في الزيت وخلاص، مفيش اي مشكله بعد كده خالص. بنحط الدقيق وبنضيف كوبايه تانية اهيت. ماشي يا حبايبي، احنا بنقلب بالراحه دلوقتي عشان ايه، الخليط ينمزج مع بعضه الاول، وبعدين كل كيلو ونص من الزيت او لتر ونص من الزيت عليهم كوبايه من الدقيق ومعلقه جليسرين. ومعانا معلقه جليسرين. بنقلب بالراحه كده على ما الدقيق ايه، ينمزج كويس مع الزيت والبطاطس. وبعد كده يا حبايبي بنحط ايه، بنضربه بالمضرب عشان يصبوا في اي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نضرب عشان خاطر نمزج الخليط ببعض. الخليط ربط شويه اهو، بس كمان نضربه شويه عشان يتقل.
اهي احنا جايبينها نحط فيها الصابون علشان خاطر الصابون بياكل البطاس، بياكل الالومنيا، فبنروح حاطين كيس بلاستيك كده، كيس بلاستيك كده علشان خاطر نصب فيه الصابون. ماشي يا حبايبي، الصابون اهو بنصبه. احنا بنتعامل مع الحاجات دي بحذر عشان البطاس، بعيد الاطفال ما يكونوش موجودين، ولا نستعمل اواني الومنيا خالص الا الصينيه اللي بنحط فيها. لو كانت الومنيا بنروح حاطين فيها حاجه بلاستيك، شمع بلاستيك، كيس بلاستيك، اي حاجه عندنا موجوده، الموجود بنروح فرشينه في الصينيه بس كده. ادي الصينيه فيها الصابون ده بقى كميه 3 كيلو زيت، ونص كيلو بطاس، ولتر ميه. ماشي يا حبايبي اهو. نحاول نسوي الصابون كده الاماكن اللي ما جاش فيها صابون اهيت، عشان الكيس جامد فمش بس اهو كده. تاني يوم الصبح ان شاء الله نروح مقطعينه وحاطينه رصينه في كرتونه او رصينه في اي حاجه بلاستيك عندنا حسب ما تحبوا. فهو كده الصابون خلص. ان شاء الله بكره الصبح نقطعه مع بعض ونرصه في حاجه بلاستيك او كرتون. السلام عليكم ورحمه الله. كده تمام، تسلم ايدك يا ماما. وطبعا هنشوفه بقى بعد ما ينشف خالص، وهنسيبه ليله كامله او على قد ما الوقت اللي ينشف فيه او يتماسك فيه، وبعد كده هنقطعه ونشوفه بقى مع بعض ان شاء الله. ونشوف مع بعض النتيجه باذن الله. خليكم معايا لاخر الفيديو ونشوف مع بعض. وده شكله بعد ما نشف او تماسك كده زي ما انتم شايفين. طبعا بيكون لونه ابيض وبيكون متماسك زي الصابون اللي بنشتريه من بره بالظبط. هي عملت تقريبا حوالي 40 صابونة، والتكلفة كانت 15 جنيه. تخيلوا لما تبقى تكلفة 40 صابونة ب15 جنيه، وكمان الحجم ما شاء الله شايفين هي مقطعة كبير، كمان الحجم كبير ما بيكونش كده خالص في المحلات. وتكلفة 3 صابونات طبعا عمل لنا اكتر من 40 صابونة. طبعا الفرق كبير جدا جدا، وكمان حاجة من البيت وحاجة اقتصادية، وهتنفعنا في حاجات كتير، ليها استخدامات كتيرة جدا. حجم كبير، استخدامات كتيرة ما شاء الله. تسلم ايدك يا ماما بجد، عملت لنا حاجات صابون كتير جدا، واستخداماته هايلة جدا. علمتني ازاي اني انضف بيه البقع كمان اللي في الهدوم. جربوا كمان في موضوع بقع الهدوم ده، هيعجبكم جدا جدا. لو في بقعة زيت على الهدوم طبعا المطبخ بيعمل كوارث كتيرة جدا، الصابون بيطلعها على طول ما شاء الله. الناس اللي بتعاني من كمان لمعة حوض المطبخ بتكون مطفية، عايزة اقول لكم ان الصابون ده جميل جدا جدا لما تغسلوا بيه حوض الستانلس. وكمان البوتاجاز هيديكوا لمعة جبارة شوية. وكنا هنفتح لها كمان شركة منظفات بتعمل وصفات هايلة وبتعمل خلطات هايلة جدا للتنظيف. ما شاء الله عليها في كل حاجة مبدعة مبدعة مبدعة. تسلم ايدك يا ست الكل، تسلميلي، ربنا يخليكي يا ربي. والصابون هايل بجد، لازم تجربوه، واللي ما عملش لايك لازم يعمل لايكات كتيرة جدا.